والله سنغادر العيون وما زلنا لم تمتلئ منها العيون. أهل العيون وأهل العيون في منتهى الروعة، الله العظيم، لكن قدر الله ما شاء فعل. هذا الشارع الرئيسي الذي يقع فيه شوفوا الروعة، لحظة، يا سلام. طبعا اليوم حر شديد، عادة يبدأ النبض وتبدأ المدينة بعد أن تغرب الشمس شوية، يبدأ الناس يخرجوا. أمس الساعة 4 مشينا لقيت الدنيا كلها مليئة بالبشر، الساعة 4 فجر، وإحنا مروحين الساعة 4 فجرا. لا لا لي لا لي لي لا لي لا لا لي، خلوني أغني ما دام حمو بعيد. دانوا دانا لا دانا دانا دان. ويو والله يا جماعة، أنا سأحكي لكم عن بعض الناس يمروا من جنبي بالسيارة ويقولوا كلام غريب. في بعض الظواهر حصلت سأتكلم عنها بعد قليل في بث مستقل إن شاء الله. بعضهم يفتح نافذة السيارة ويقول كلام وهو ماشي، كلام غريب، لكننا سنتكلم عنه في بث بعد قليل، أو في بث الجولة عندما ندخل في الجولة المسائية إن شاء الله نتكلم عنه. في العموم آخر ليلة لنا هنا في مدينة العيون، وأقسم بالله أننا ارتحنا فيها راحة عجيبة، وأرواح الإخوة الصحراويين الله أصالة ومعاصرة. تحس أنك أمام إنسان أصيل صحراوي متمسك بالقيم. المرأة الصحراوية ترفع الرأس، والله العظيم. المرأة، ناهيك عن الرجل، فقط المرأة، هذول يسلموك كلما مرينا. المرأة الصحراوية فيها أنفة وفيها شموخ وفيها كاريزما قيادية عجيبة. شخصياتهن قويات جدا، عندما تراها تشعر بعزة المرأة المغربية، المرأة المسلمة، المرأة الغيورة. أقسم لكم بالله يعني ما شاء الله. حياك الله. هذا المرأة، فكيف الرجل؟ هذا السائق الحبيب عماد. يلا مشينا، يلا احنا لف وارجع الباب، يلا. الله شركة محترمة. هذا الأخ عماد أصبح جزء من الشلة. فإذا كانت هكذا المرأة الصحراوية، فكيف الرجل الصحراوي؟ أكيد سيكون أكثر أنفة وأكثر قيادية وأكثر. أما الكرم فهم يشتركون فيه جميعا، فيه توازن عجيب وجميل، أصالة ومعاصرة ومحافظين، وفي نفس الوقت أيضا ليسوا معقدين أو شيء من هذا القبيل. الصحراء حكاية، والله كان لنا في الصحراء حكاية. الصحراء كانوا يخوفوني على فكرة، عندما فشل التخويف أن آتي إلى المغرب وأتيت، قالوا لي خلاص تمام، أنت روح المغرب بس انتبه تروح الجنوب، انتبه تروح للعيون. أقسم بالله سيطعنك البوليساريو، سيقتلوك في سوق من أسواق المدينة، سيطعنوك، قد يختطفوك، قد كذا. البوليساريو في كل مكان، العصابات يا رجل والله مدينة وادعة، مدينة حالمة، مدينة جميلة في منتهى الهدوء والراحة. والله حاولوا يخوفونا، خلاص الخوف زال، وأنا الحمد لله أستطيع أقول لكم كسرت حاجز الخوف الذي كان فيها. والمغرب ستصبح وجهتي الأولى إن شاء الله عندما يضيق بي الحالة النفسية والزهق والملل في بريطانيا. خلاص أنا سأحتكر سياحتي مستقبلا كلها للمغرب. حياكم الله، حياك الله أخي. هكذا أنا قررت، هكذا والله، لا تعنيني كل البلدان ما عدا المغرب وتركيا. وربما المغرب سيكون لها، كل ما طفشنا من بريطانيا وأردنا عائلية، ربما تكون لنا رحلات عائلية مع العائلة إن شاء الله، مع الأولاد، نوريهم هذا البلد الجميل الرائع. لن يشعروا أنهم خرجوا من أوروبا، خصوصا في الشمال. تخرج من إسبانيا تدخل طنجة ما تشعر أنك تغيرت. حياك الله أخي الكريم، الله يسلمك، الله يبارك فيك، الله يحفظك. الأخ يريد يصور. حياك الله أخي. تمام، ما تشعر أبدا أنك خرجت من بلد أوروبي إلى بلد عربي، بلد
سنحتكر أو سنختصر أو سنجعله وجهة سياحية هكذا. أولا سياحة بشرية، ناس محترمين، ناس يحبونا ونحبهم. الواحد بس يجي يشوف وجوه المغاربة وترحيبهم